مليت من اسم عبسي القشطة، الناس كلها قاعدة عم تتمسخر علي. مين تمسخر عليك يا عبسي القشطة؟ من اليوم ورايح بتنادي لي يا عمر ططو يا اما حنكليس مان. حاضر يا عمر حنكليس مان، نادي لي باسم واحد، اسم واحد. خلص كل خرا. قررت تصير حنكليس بحري يعني ولا ايش؟ يا دي بتتمسخر على واحد عنده انجازات اكتر من شعر راسه. خلص ما عاد اتحمل هالوضع، بدكم تحترموني غصب عنكم واسمي حنكليس مان. ما لقيت لك سلطة برجر على سنك، جبت لك سلطة تحميلي. حطه كبير بحقك. واي حدا بده ينادي لي بعبسي القشطة بدي اخر عليه، فاهمين؟ طيب ليش العصبية يا حنكليس مان؟ ولك اسمي عبسي القشطة، قصدي حنكليس مان. ولك خلص كل خرا. والله ما حكيت شي، ومن اليوم ورايح قررت اصير شرير. حجي معلم. ولك الو، اسمع يا ابني ولك بتفكوني احسن ما انكم، ما تخلوني استخدم حركات النينجا والخرا. طب اصبر والله جدي يتيم وابوي اجر بيتنا ميت واخوي صار له يومين معه امساك ما بيعرف يشخ. ولك قلت لك كل خرا عليك وعلى اخوك، نحن جايين عشان راتبنا. إيه لا تضربوا بهي الطريقه ما بتحمل. ولك يا زلمه تعال جرب. ما بتحمل اشوف حدا بينضرب قدامي، انا حساس لهيك مشاهد والله ما بتحمل. ولك شو نسيت هذا الخرا ما بده يعطينا راتبنا؟ يا بني ادم قول له ايش متطلباتك اول ما تضربه. اسف. ايش متطلباتك ولك؟ يا حمار متطلباتك انت مو هو، خلص انسى. محتاجين زيادة مع الراتب كمان. قلت لي بدك زيادة كمان، ايش رأيك تيجي تلحظتي؟ اليوم يا محمود رح اعلمك تسوق سيارة تحت المي. بس اسمعوا لك خرا، اذا بتضرب حادث مالي مستعد ادفع قرش واحد. طنك. ولك بدي اطالع شعره من طبوك. ما عليك، هي اخطاء بتصير مع اغلب المبتدئين، مع الوقت بتتحسن. يعني في امل اتحسن؟ لا. هي اخذتك مكان فاضي مثل مخك، يعني لو كان حمار لابس بنطلون مستحيل يقدر يعمل حادث هون، وافضل شيء اننا بعيدين عن المطعم. فاول شيء ان عن ابوك عرس. في تحسن مو هيك؟ والله ظلمت الحمار للصراحة، قرب خطوة لقدام بس بهدوء. هي اخذتك جنب بيتك عشان لو عملت حادث انت اللي تتضرر مو انا. المهم اول شيء رجع الطاولة مكانها. انا شايف في تحسن مو هيك؟ ايه والله اخيرا الحمد لله. والله خرا عليك وعلى علمك. انا شايف في تحسن مو هيك؟ بتمنى يكون الكل فهم. حدا عنده اي اسئلة؟ هو انا لو طلعت سطح القمر وشخيت هل راح اكون اول شخص شخ على سطح القمر؟ سؤال ريحته خرا مثل صاحبه. حدا عنده اسئلة في اللي عم بحكي فيه؟ لا ابو ظبي ما عنده اولاد. اسئله تانية؟ انا برايي اطلع لبرا، انت ما عاد استحيت على وشك. يلا كله يمشي على اللحن. ممتاز. يلا المزمار يلا شغل لي هالطبول. انا خلاص فقدت الامل منكم. ما هو ما كان صار هيك لولا هي المنغولية. يا ابن الكلب. خليت عبرة لمن يعتبر عشان اتحرم تمد ايدها على اسيادة. مين اللي قادر يرفع ملعقة اهل سلوكي؟ هذا الخرا. كذاب، ما عندك دليل. طنك. يا بدك يعني اصدق انه هذا المنغولي ابو راس مربع هو اللي قدر يرفع ملعقة اهل سلوكي؟ ما بصدق. لا تصدق لا. طيب محتاج دليل يعني عشان اشوف خلص كل خرا اعطي اللي بده. عمتي فتحية ايش عملت لك اليوم؟ محمود بتعرف اللي بمد ايده على شو بدك تعمل يعني؟ مثلا بخر عليك وعلى صاحبك. راح تاخذ اختبار، اذا نجحت فيه راح تصير ملك اهل سلوكي. خرا عليك وعلى اهل سلوكي، نحن بدنا ناخذ الملعقة نبيعها ونشتري. امك حورية بحر. بتخلي صاحبك المنغولي يخرس احسن ما اعمله شاورما مشوية على الفحم ومحروقة مرتين. ليش مين انت يعني؟ نحن ما بناكل شاورما اصلا، نحن من عند الله يا اخي انت ما بتتحمل مزح. تعرف ابوه لساندي ابو شعر اشقر؟ طلع واحد اصلا ملون صلعته بالاصفر. تاكلوا خرا وبتسكتوا احسن ما انادي ابوي. خرا عليك وعلى ابوكي. ابوه اصلا. ولك ابوك اللي كنت قاعد عم تتباهي فيه كان بالشتاء يحرق شعرتي عشان يتدفى. ولك انت من جماعة بني سنجوبة. ولك خلص كل خرا، اذا مسكتنا سوف تنكحنا. مو لما توصلنا اول شيء. ولك بشرفك تعب بمزح لحد ما تخلص من اغتصاب محمود بكون انا.
اول خطوة عشان تصير بندوق محترف لازم تتعلم تجامل. صح. طررين طين طين. نعم. كيفك يا انسي، انت مرتبطة ولا لسه؟ نحن بندوقين مبيعات من بيع شوكولاتة. زوجك موجود يشتري؟ زوجي مات لما كانوا بيبنوا الاهرامات. طيب امك موجودة؟ حجة. نعم، مش بدك كانوا عم بيحنطوني؟ قلت لك 1000 مرة انا ما بيحنطوني ما تنادي لي. وهدول الخروات ايش بدهم مننا يعني؟ بيبيعوا شوكولاتة. مين؟ شوكولاتة. مين هاد محمد عبده؟ حبيبي وحدة والتانية هدية. بنت عمك فتحية؟ تذكرت بنت عمك فتحية، والله كنت بحبها الصراحة. صح، عمتك ما عندها اولاد. خراي عليك وعلى عمتك. طيب حابين تشتروا شوكولاتة؟ تاكلوا خرا وبتمشوا من هون احسن ما انادي امي. طنك طنك. ايه من عيوني؟ قصدي من جيوبي. ثواني، لحظة، وين راحت هي فلوسي؟ حدا اخذ 50؟ شو شايفنا حرامية ولا انت اخذتها؟ لا، شو شايفني؟ طيب حدا يعطيني وبرجع له اياه يوم القيامة. لو معي مصاري كنت شفتني هون. خلاص كل خرا واطلع على حسابي. يا اخي ما بدي اكلفك. خرا عليك وعليك شغل وهيك عيش، اطلع خلصنا بسرعة. تسلم والله، هذا من ذوقك. الحصت. تكلمت مع هذا محمود اللي قال بده يضربك، يعني هو ما راح يضربك، هو بس قال راح يغتصبك على الخفيف، يعني لا تخاف، هو هيك بس بيعبر عن حبه يعني. طنك. ها معلم، انت ابوه لمحمود؟ انا اخوه الكبير. ما في حدا غيرك هون بيقدر يساعدني. هذا اخوه صار له يومين عم بيهددني انه راح يضربني وانا ما عم بعرف ايش اعمل معه. هالخرا هذا بس اروح على البيت راح اربيه خلص. عيوني انت. مين قلت راح تربي؟ قلت لي بس ترجع البيت. خراي عليك، هلا راح انضرب انا كمان. ساعدوني، هذا الخرا بده يغتصبني. السلام عليكم، انا بحب كتير الاطفال الصراحه. يعني انت ما بتعرف انه القياس ما يلعب بين ايديك؟ تعال. لا خلص والله